ارسنال بيوسع الطريق لإيرن سلوت، وبركة عمر مرموش حلت على السيتي بسداسيه بترجعهم للتوب فور مؤقتا. اموريم وبوستيكوجلو بيوقعوا نقط، انشيلوتي بيعمل البديهيات، ودوناتيلو وصل اخيرا. حلقه النهارده هتبقى ملخص كده لمعظم ماتشات الاسبوع: ارسنال، مانشستر سيتي، ريال مدريد، وشويه كده عن توتنهام ومانشستر يونايتد. والفيديو هتلاقوه متقسم عشان لو حابب تروح لاي ماتش معين او لماتش فرقتك. تنزل كده قول لي فرقتك عملت ايه الاسبوع ده، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك بقى. ويلا بينا نبدا. وخلونا في البدايه كده نتكلم عن ماتش ريال مدريد ولاس بالماس. شفت يا عم انشيلوتي لما بتخرج تشاوميني ووشك بينور ازاي والدنيا بتبقى فل معاك؟ شفت. ما تخرجوش تاني بقى عشان انا عايز برشلونه تكسب الدوري بعد اذنك. ماتش بعنوان مبابي وصل يصيع. مبابي من اول ماتش الكلاسيكو تقريبا باين جدا التحول اللي بقى عند مبابي، من ناحيه القرارات، من ناحيه الثقه بالنفس، من ناحيه الاجوان اللي بيجيبها. قراراته اتحسنت جدا عن قبل كده او عن بدايه الموسم. واثق في نفسه، باين ان هو واثق في نفسه، مش مهزوز، بياخد الكوره عارف هيعمل ايه، عنده ثقه ان الحاجه اللي هو هيعملها او القرار اللي هو هياخده هو هيعمله صح. التسديد بتاعه بقى حلو قوي، شفنا الماتشات اللي فاتت. فمبابي واضح ان هو خلاص، انت بتتكلم ان مبابي بتاع باريس سان جيرمان وصل رسميا. فقراراته لما اتحسنت وابتدى مبابي يسجل، لا ابتدى بقى يشيل الفرقه. انت بتتكلم دلوقتي ان فينيسيوس بقى له فتره مش في مستواه اللي احنا عارفينه، لا مبابي هو اللي شايل الفرقه. مبابي في اخر 3 ماتشات جايب 4 تجوان عشان يوصل رسميا للجون رقم 12 ليه في الدوري الاسباني، بقى هو تاني هداف الدوري بعد ليفا، عشان يعلن ان دوناتيلو وصل رسميا لمدريد اخيرا. وبصراحه يعني احنا كجمهور برشلونه ما نتمناش ان هو يوصل خالص. وبصراحه اكتر انا مبسوط ان وقت ما فينيسيوس كان متالق مبابي كان واقع، ووقت ما مبابي اتالق فينيسيوس واقع. عقبال بقى الاثنين لما يقعوا، عشان الدوري الموسم ده طالع من عيني. انا بالنسبه لي الدوري ده ما ينفعش انشيلوتي يكسبه، ما ينفعش انشيلوتي ياخد دوري من فليك. طب بما اننا بقى جبنا سيره انشيلوتي، خليني بصراحه النهارده من الماتشات القليله اللي انشيلوتي التشكيل نزل بيه حلو. فكره ان انت اسينسيو بيلعب، فكره ان انت سيبايوس تشاوميني رميته بره الفرقه خالص، ولا بقى خط وسط ولا مدافع. رودريجو اللي لعبته ناحيه الشمال ما افلمتش خالص، ما لعبتش مبابي مكان فينيسيوس، لا رودريجو ناحيه الشمال، ووينج يمين بيلعب برجله الشمال. دي برضه حاجه مهمه قوي. فكره يا اما ابراهيم دياز يا اما اردا جولر ناحيه اليمين، اللي هو اللاعب اللي بيعدل بشماله ويشوط بقى ويرفع كوره. انت كنت محتاج لاعب زي ده في الحته دي، هيفيدك جدا وهيفيد الفرقه. ومتهيألي ابراهيم دياز عملها باحسن شكل ممكن. على الناحيه الثانيه بقى لو رحنا على الوينج الشمال، هنلاقي ان رودريجو بيوصل رساله للعالم كله تقريبا، اللي هو انا زي مبابي وفينيسيوس. انا في حته الوينج الشمال دي اتصنف من ضمن احسن 3 لعيبه في العالم، وهم ال3 موجودين في ريال مدريد اصلا. بصراحه واحده من الماتشات المميزه جدا لرودريجو، بيقدر ان هو يسجل، بيقدر ان هو يصنع، بيقدر ان هو يعمل ماتش حلو قوي. خرج بتقييم تقريبا 9.5. ونسيت اقول لكم ان مبابي خرج بتقييم 10/10 من سوفا سكور. فالتوليفه اللي عملها انشيلوتي في الماتش ده كانت كويسه جدا. بس انا الفكره بقى بالنسبه لي، لما فيني يرجع هترجع بقى رودريجو ناحيه اليمين وفيني ناحيه الشمال، وهتبوظ الشكل اللي انت عملت بيه اداء كويس قوي في الماتش ده، ولا لا؟ يعني متهيألي لو فينيسيوس خد الحته الشمال ورودريجو بقى هو البديل للاثنين، هتبقى مفيده اكتر لريال مدريد. بس هل انشيلوتي قادر ان هو يقعد حد من ال3، او قادر ان هو يقعد رودريجو ويضحي بيه؟ ما اعتقدش ان هو انشيلوتي هيعمل كده. اول ما فينيسيوس يرجع هتلاقيه نازل بال3 عادي جدا، ونرجع للمشاكل القديمه. بس يا رب كتر من مشاكلهم. وبرده من اللعيبه اللي عملت ماتش كويس جدا سيبايوس عمل ماتش هجوميا ودفاعيا روعه بصراحه. بس سيبايوس مشكلته ان هو مش ثابت، يعني ما بيعملش ماتش زي اللي عمله ده كتير. هو هتلاقيه لاعب مزاجنجي، يعني هيديك ماتش كويس وماتشين 3 4 لا. بس فكره ان انت اي حد هيلعب في خط الوسط هيبقى احسن من تشاوميني، على الاقل هيعرف يطلع بالكوره. لاعب كورته حلوه مش زي تشاوميني خالص. تشاوميني كورته وحشه، ما بيعرفش يطلع بالكوره، كارثه سواء دفاعيا وهجوميا، ملهوش اي حاجه تذكر. فسيبايوس لو حاول يثبت الاداء ده، لا هيروح بريال مدريد او بخط وسط ريال مدريد في حته تانية، وهو قادر ان هو يعمل ده. ففوز كله مكاسب لريال مدريد، من اول امبابي اللي انت بدات تشوف ملامح امبابي باريس سان جيرمان وفرنسا فعلا، لرودريجو اللي عمل ماتش عظيم في حته الوينج الشمال، لابراهيم دياز، لسيبايوس، للمدافع الشاب اسينسيو اللي اخيرا بيلعب على تشاوميني، وتشاوميني بيركن دكه بقى. ماتش وفوز مهمين لريال مدريد بيخليه يحتل صداره الدوري الاسباني ب 46 نقطه في المركز الاول، بيجي بعديه اتلتيكو مدريد 44 نقطه، وبرشلونه في المركز الثالث ب 39 نقطه. ونخش على تاني ماتش بقى، وهو ماتش مانشستر سيتي وابسوتش. لا تقول لي اداء، ولا تقول لي الفرقه فوقت، ولا تقول لي تكتيك جوارديولا، سيبك من كل الكلام ده. الفرقه بقى لها شهرين متهانه. ده تاثير ولدنا عمر مرموش، بركه ولدنا عمر مرموش، بركه دعاوي المصريين كلهم من اول عمر مرموش ما راح، بان مانشستر سيتي هنبتدي نشجعها والمصريين كلهم وراه. دي دعاوي المصريين يا باشا.
دي بركه عمر مرموش يا معلم، البركه حلت. اتفرج يا اقرع، اتفرج. مجرد ما اتعاقدت معاه بس ايه اللي حصل؟ كسبت ستة وبأداء ولا اروع من اول الموسم ما عملتوش اصلا، ما بالك بقى لما تلاعب الواد ويبتدي يشارك؟ هتلاقي الفرقه في حته تانية. وبجد والله يا جماعه ماتش مانشستر سيتي ده من احسن ماتشات الموسم ان ما كانش الاحسن. خلونا نتكلم على لاعب كده، فودن اون فاير، خلاص بقى له جولتين ثلاثه مش شايف حد قدامه. فودن لما بتلعبه في العمق وبتقربه من الجون، لا هو هيديك اداء خيالي، وخصوصا لو معاه في الملعب دي بروين. يعني فودن حطه في العمق، لا خلي دي بروين يلعب فودن وهالاند، هتشوف اداء خيالي من السيتي. وخصوصا لما دي بروين يكون في مستواه. دي بروين لما الغزاله بتاعته بتبقى رايقه بتلاقيه بيعمل تمريرات او اسيستات مريحه للعين. تمريرات دي بروين اللي هي اول ما تشوفها تدي واحده كده يا ابن اللعيبه، لا تمريره انت بتتمزج منها، انت بتبقى شايفها قبل ما تتلعب. فدي بروين مستواه لما بيرجع بيبقى واقف على رجله بدنيا، لا بتلاقي السيتي كلها في حته تانية. والواد مكاتي ده يعني هو واضح ان هو بالمر كده صغنن جديد. اتمنى بقى جوارديولا يستوعب شويه درس ويبتدي يدي الواد وقت عشان ما يتخنقش منك وتلاقيه زيه زي بالمر بيروح فرقه تانية بينفجر فيها وترجع تندم. فالواد ده برده كويس جدا، وفوز مهم جدا 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 بقى للسيتي عشان الماتشات الجايه. السيتي داخل على مدعكه الماتشات الجايه، تشيلسي، في ارسنال، في ليفربول، في نيوكاسل، في مش عارف مين. حبه ماتشات كده للسيتي رعب بصراحه الماتشات الجايه. فان هو يكسب 6 قبل دخوله على الماتشات دي، ده غير طبعا المدعكه اللي عاملها النادي في الصفقات. هتقول لي صفقات ايه يا عم؟ هقول لك ما انت لو تشوف حلقه الصفقات اللي نزلت يوم الجمعه هتفهم. السيتي مخلص في 2 مدافعين، السيتي مخلص في عمر مرموش، السيتي بيخلص في خط وسط اليوفي كامبياسو، غير ان لسه في كلام على صفقات تانية. فالسيتي 4 صفقات لحد دلوقتي تقريبا شبه اتحسموا، ولسه احنا في نص الشهر ولسه الاداره بتعلن ان هم في صفقات تانية جايه. الصفقات دي مع فوز مانشستر سيتي 6-0 ممكن تدي الفرقه دفعه شويه. وكمان انت دلوقتي بقيت محتل المركز الرابع، دخلت التوب فور، حتى لو مؤقتا لحد ما تشيلسي يلعب ممكن تشيلسي يرجعك تاني. بس معنويا ان بعد كل الكوارث اللي بتحصل للفرقه دي انت لسه ثابت في التوب فور. ما عندكش يعني، متهيألي مش هنقول لجوارديولا والسيتي ما عندكش فرصه على الدوري، بس ليفربول بعد قوي بالدوري. عارفين ان السيتي بتلاقيه فجأة خد لك 10 15 ماتش كده ورا بعض، فوز 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 فوز، بيضغط على الفرق اللي قدامه. بس لا اعتقد ان الموسم ده هتبقى صعبه لان السيتي كان بيعملها من بدري. فوز مهم جدا يا عم جوارديولا جه في وقته، اكبر فوز للسيتي من اول الدوري تقريبا 6-0. عندك هالاند سجل، فودن سجل، دوكو سجل، كوفازيتش سجل، دي بروين صنع. فوز مهم وكله بصراحه كان ايجابيات. ونخش على الماتش اللي بعد كده وهو ماتش ارسنال واستون فيلا. وخليني اقول لكم ان والله الله يكون في عون جماهير ارسنال، العشم وحش قوي يا جماعه، العشم وحش. هتقول لي ليه؟ هقول لك ماتش ارسنال كان قبله ماتش ليفربول وبرينفورد اللي كان لحد الدقيقه 90 0-0. فارسنال اتعشموا بقى، قال لك بس ليفربول تقع واحنا نكسب، هوبا الفرق هيقرب اكتر واكتر، فرق النقط هيقل اكتر واكتر، ونبتدي نرخم عليهم. هوب دبل كيك، لقيت ليفربول قامت جايبه جونين. داروين نونيز قال لك خلاص هو ده ماتشي وهو ده الماتش اللي انا هفوق فيه. جاب الجونين، جماهير ارسنال قالت لك خلاص تمام هننزل قصاد استون فيلا، الماتش هيبقى رخم بس هنشوف هنعمل ايه. اتعشموا تاني، جونين في اول 55 دقيقه، خلاص بقى جونين في 55 دقيقه، خلاص يا معلم هنقفل بقى لعبه ارتيتا اللي هو بيعتمد عليها ان هو بيجيب جون ويقفل بعد كده. ده احنا جبنا جونين. فهتلاقي ارسنال بقى بيقفلوا ورا وتمام. ودينا اهو حتى لو ليفربول كسب احنا بنحاول نضغط عليه. هوب دبل كيك في 8 دقايق كانت استون فيلا متعادله. ارسنال بصراحه الله يكون في عون مشجعي ارسنال يوم السبت من اول ماتش ليفربول لحد ماتشهم هم. غير بقى كل ده يا جماعه، يعني ارسنال السنه دي بالذات بيلعب كوره وحشه، كورته وحشه جدا. والسبب الرئيسي في ده بالنسبه لنا ان اول حاجه عندك ساكا مصاب، تاني حاجه اوديجارد هو النقطه الفارقه في موسم ارسنال كله. اوديجارد لو وحش هتلاقي ارسنال كلها وحشه. اوديجارد هو همزه الوصل او حلقه الوصل في الفرقه كلها. فاوديجارد واقع، اوديجارد السنه دي واقع من حيث المساهمات، من حيث الاداء، من حيث كل حاجه. فارسنال السنه دي ادائها وحش جدا. ارتيتا والاداره بيعندوا، ما تعرفش هم بيعندوا مين، شغالين صفقات في مدافعين وخط وسط، وانت الهجوم عندك معدوم مضروب بالنار. عندك لعيبه زي مارتينيلي، هافرتس، ستيرلينج، كل دي لعيبه ما تكسبكش دوري خالص. دي لعيبه ما تخلكش تنافس بربع جنيه، وانت السبب في ده. يعني مش هنقول لا ده ارتيتا مثلا الله يكون في عونه ده عنده لعيبه كسر، انت اللي راح جايب اللعيبه الكسر دي، انت اللي راح جايب ستيرلينج، انت اللي موافق ان تروسارد ومارتينيلي يبقى هم الوينجين الاساسيين عندك لو ساكا مصاب، انت اللي موافق ان هافرتس يبقى هو المهاجم الاساسي بتاعك، وده مش مهاجم اصلا. هافرتس هيديك ماتشات حلوه طول ما الفرقه كويسه، انما يوم ما هتبقى عايز تعتمد عليه ده مش لاعب يعتمد عليه. انت اللي رحت دفعت فيه 70 مليون
وهو ملوش مكان في الفرقه وبتعند وخلاص وعمال عايز تلعبه وخلاص، عشان ما يبقاش اتقال ان هو صفقه فاشله وان الارسنال ضيع 70 مليون على الارض. وخليني اقول لكم رقم سلبي لارسنال في الموسم ده، وهو ان ارسنال فيه 6 ماتشات من اول الموسم كان متقدم فيها، يعني هو اللي سجل الجون الاول وما قدرش يحافظ على فوزه ده، و6 ماتشات خلصوا تعادل. ارسنال قصاد برايتون ذهاب وعوده هو اللي سجل هدف التقدم وبعد كده برايتون رجعوا عليه. ارسنال قصاد مانشستر سيتي وقصاد ليفربول كان هو برضو اللي كسبان والفرقتين هم اللي رجعوا عليه. ارسنال قصاد تشيلسي وقصاد استون فيلا في الماتش الاخير ده نفس الكلام، كان متقدم والفرقتين هم اللي رجعوا عليه. فارسنال مضيع 12 نقطه تقريبا في الدوري من خلال ان هو ما بيقدرش يحافظ على مكسبه، ما بيقدرش يحافظ على الاجوان اللي بيجيبها. 12 نقطه كانوا هيوديك في حته تانية خالص، كانوا ممكن يخلوك بتنافس ليفربول ومتصدر كمان عليهم، وخصوصا ان ال6 ماتشات او ال 12 نقطه دول منهم نقطتين انت خسرانهم قصاد ليفربول نفسه. فده رقم سيء جدا وسلبي جدا لارتيتا، ان انت ما تقدرش تحافظ على فوزك. لا انت كده ممكن ما يتقالش عليك فرقه كبيره، الفرق الكبيره هي اللي لما بتجيب جون بتعرف ازاي تقتل الماتش وبتعرف ازاي تدافع. غير كده انت بتتكلم ان ماتشات التوب 6 بينك وبينهم انت كسبت توتنهام رايح جاي وكسبت مانشستر يونايتد، ال3 فرق اللي هم يعتبر اقوياء الموسم ده السيتي وليفربول وتشيلسي انت تعادلت مع ال3. غير كده انت خسرت من نيوكاسل، اتعادلت مع استون فيلا وتعادلت كمان مع برايتون رايح جاي. فدي فرق مفروض ان هي فايقه. صحيح كسبت نوتنجهام بالموسم العظيم اللي بيعمله 3-0، بس برضو انت بتتكلم عن توتنهام ومانشستر يونايتد دول فرق واقعين جدا الموسم ده، هم دول اللي انت كسبتهم. انما لما تيجي بقى نتكلم على الفرق الثقيله فعلا، الفرق القويه الموسم ده، حتى بورنموث اللي هم ممكن نقول مش احسن فرقه، انت ما عرفتش تكسبهم وهم اللي كسبوك 2-0. فيا معلم انت عندك مشكله كبيره جدا مع الفرق القويه الموسم ده، انت بتكسب الماتشات الصغيره بس الفرق القويه معظمها انت ما قدرتش تكسبها، سواء ليفربول بقى، سواء السيتي، سواء تشيلسي، سواء استون فيلا كسبتهم ماتش واتعادلتوا ماتش، سواء برايتون اتعادلت الماتشين، سواء نيوكاسل هم اللي كسبوه. فكل دي فرق انت وقعت نقط قدامها، كل دي نقط انت بتضيعها كانت ممكن تخليك في حته تانية في الدوري خالص. فبصراحه كده ارتيتا وارسنال يعني المفروض ان هم كانوا يبقوا المنافس الاول الموسم ده لليفربول، ان ما كانش هم المنافس الابرز على الدوري، في ظل ان انت مانشستر سيتي واقع وليفربول كان جايب مدرب جديد، تشيلسي كان جايب مدرب جديد. كل دي حاجات تخليك انت اللي تاخد الدوري او انت المرشح الاول للفوز بالدوري. وسريعا بقى كده توتنهام بيستمر في الكوارث وبيخسر من ايفرتون 3-2، وبوستيجوجلو بيقرب اكتر واكتر من رحيل. على الناحيه الثانيه اموريم وعقده برايتون، اخر 10 ماتشات بين اليونايتد وبرايتون، برايتون كسب 6، اليونايتد كسب 3 وتعادلوا ماتش. فبرايتون بقى عامل عقده في السنين الاخيره لمانشستر يونايتد. ونيوكاسل بيقع في السان جيمس بارك على ايد بورنموث 4-1، ودي نتيجه كارثيه لنيوكاسل في ارضهم. نيوكاسل في ارضهم فرقه مرعبه، ممكن تخسر بره ارضها بس في ارضها لا، فرقه مرعبه على اي فرقه في الدوري، من اول السيتي او من اول ليفربول والسيتي لحد اصغر فرقه. برده كانت هزيمه رخمه شويه لنيوكاسل، وخصوصا ان انت كنت ابتديت تثبت رجلك شويه في التوب فور، بس هزيمه ما كانتش في وقتها خالص، وخلت السيتي يركب عليك وهتخلي تشيلسي يركب عليك لو كسب. وخلونا بقى بعد ما اتكلمنا في كل الماتشات كده تقريبا نشوف ترتيب جدول الدوري بعد نهايه الاسبوع باستثناء ماتش تشيلسي، واللي هنقول برده لو تشيلسي كسب ممكن يبقى في انهي مركز. ليفربول في الصداره ب 50 نقطه، يجي بعده ارسنال ب 44 نقطه، نوتنجهام ب 44 متعادل مع ارسنال، السيتي 38، نيوكاسل 38، تشيلسي وبورنموث 37، واستون فيلا 36. طب هيبقى ايه الوضع لو تشيلسي كسب؟ تشيلسي لو كسب هينط يبقى في المركز الرابع وهينزل السيتي للمركز الخامس. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده عن ماتشات ريال مدريد والسيتي وارسنال وشويه توتنهام ومانشستر يونايتد. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه عشان نوصل للقناه 1000 مشترك. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.